صباحكم فل وصباحكم سعادة وصباحكم رضا من الرحمن وصباحكم روايح العيد وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله عيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة العربية بخير وأمن وسلام يا رب اللهم آمين. النهاردة عايزاكي تفضلي معايا لحد آخر دقيقة في الفيديو. هخليكي تعملي شوية بسكوت زي ما الكتاب ما قال، بأمانة ربنا أنا ما بزودش غير النفس. خليكي معايا خطوة بخطوة زي ما انتوا شايفين البسكوت تحفة 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 تحفة. مقاديره مظبوطة بالشعرة. اول حاجة انا هعمل 3 كيلو دقيق، هستخدم لهم كيلو الا ربع سمنة بالظبط. هنا بوزنهم بالميزان، طبعا 821 جرام عشان ميزان العلبة. خلاص كده. هاخد السمنة اربها في بولة بتاع عجان في بانيو كبير، اربها انعمها كويس جدا بايديا او بالمضرب السلك. وهستخدم على كل كيلو دقيق 5 بيضات بالشعرة. خلاص كده. العجان عشان موجودة عندي سامحوني طبعا، انا بستخدم العجان. وبضيف البيض بتاعي بالتدريج على السمنة بعد ما ربيتها كويس جدا كده. وطبعا بحط على البيض كيس فانيليا، وعايزة اقول لكم هنا في فانيليا حلوة قوي. انا اول مرة اعرفها، واحدة جارتي اللي قايله لي عليها اسمها فانيليا بالبرتقال. حلوة قوي 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 قوي، احسن نوع فانيليا تقريبا. بعد ما ربيت السمنة كويس جدا ونعمتها ولونها فتح، بضيف البيض بالتدريج زي ما انتوا شايفين مع الفانيليا، لحد ما القوام بتاعها بيبقى كريمي كده وناعم زي ما انتوا شايفين وابيض. بعد كده بجيب من روايح البسكوت ريح موز، جوز هند، سمنة بلدي، وريح برتقال. من كل نوع ازازة واحدة بس على ال3 كيلو دقيق، وكيلو الا ربع سمنة، و15 بيضة. كل كيلو دقيق واخد 5 بيضات. وهنا كيلو سكر بس بضيفه في الاخر، وبضرب كويس جدا لحد ما القوام بتاعي يبقى متماسك وكريمي وناعم. هنا بقى بضيف شوية جوز هند، يعني بصوا قد كبشة ايدك كده. وهنا بضيف كيس ونص بيكنج باودر فقط لا غير، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا كنا بنعمل مقادير كمان غير دي، فكان متبقي معايا كيس ونص بيكنج باودر فضفته، بس هو ده المظبوط بتاعه. وهنا بمسك الدقيق نوع نضيف، اي نوع دقيق موجود عندك استخدميه، انا مش هربطك بدقيق معين، بس انا بقولك الدقيق نوع نضيف ومع ذلك انا بنخله. وده شيء اساسي في كل الحلويات، وانا بقولك تعملي كده، لان لما تنخلي الدقيق بتخليه ياخد روح كده ويتهوى، ويخلي الحاجة مظبوطة وهشة وجميلة. خلاص كده. ما بيبقاش الحلويات ما بتبقاش مكتومة يعني. هنخل ال3 كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده على المقادير دي، وبعد كده هبتدي اقلب المقادير على بعضها بمعلقة او اي حاجة. بس قبل ما اخلص هضيف ذرة ملح و5 جرام كربونات نشادر. 5 جرام كربونات نشادر او نص معلقة صغيرة بالمعلقة يعني. خلاص كده المقادير كلها كده كاملة معايا. هنقلب كويس جدا، وبعد كده نعجن قوي قوي. وزي ما انتوا شايفين العجينة دي طبعا عجينة تانية، عشان كده لونها اصفر، كنا مستخدمين فيها كريستال بالزبدة الصفراء. لكن انا عجينتي كانت فاتحة شوية، وهوريها لكم دلوقتي، هوريكم العجينة وهي في الصواني. خلاص كده. طبعا بتأسف على الصوت عشان في بيت بتهد جنبنا وكده. حط لايك للفيديو لو انت وصلت معايا لحد هنا، ولو اول مرة تزوريني اتمنى طبعا الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة بأمر الله. عايزة اقولك ان احنا الفيديو اللي فات عملنا البيتيفور ناعم ودايب وشكلناه زي بتاع بره بالظبط، وتحفة وجميل جدا جدا. هنا بنستخدم مكنة البسكوت بتاعة ستي وستك وامي وامك زمان. ما بنستخدمش كيس ولا اي حاجة، وكل الايادي شغالة. بنفرح الولاد في ايام مفترجة زي دي، ونعيش اللحظة ونعمل اجواء كده، اجواء العيد، وربنا يتمها علينا وعليكم بالخير يا رب، وكل الناس تفرح بالعيد ويبقوا اسعد خلق الله. زي ما انتوا شايفين دي البسكوت بتاعي اللي هو الفاتح ده. شايفين البسكوتة قد البسكوتة لون واحد. الأرضية التسوية بقى، تعالوا هنا وأنا أقول لكم على التسوية. الصواني بتاعة البسكوت بتدهن نقطة زيت بفرشة أو بقماشة أو بمنديل.
بتهدي النار من تحت وبتشغلي النار من على الجنبين وتهديها خالص، وتدخلي الصواني بتاعتك لحد ما لونها يجي يصفر كده. خلاص كده البسكوتة بتاعتك طلعت. طبعا بنجهز طشت كبير احنا بقى كفلاحين، او بنعمل كميات كبيرة، احنا مش بنعمل كيلو ولا اتنين. ونجهز طشت كبير كده ونفرد فيه ورق جرايد زي ما انتوا شايفين. ولما نطلع صينية البسكوت نسيبها بره شوية على البلاط تبرد دقيقتين تلاتة، وبعد كده نفرغه في الطشت. بعد ما نخلص الكمية خالص ونفرغها في الطشت ونسيبها تبرد كمان 10 ربع ساعة لحد ما نتأكد ان البسكوت كله برد. بنبتدي نعمل ايه؟ بنجيب اكياس ونحط فيها البسكوت ده ونربطها كويس جدا، ونحطها في صفيحة بقى، في كرتونة، في علبة، بحيث ان البسكوت يكون محفوظ في العلبة وما يتكسرش. عايزة اقولك البسكوتة اللي انا عاملاها معاكي النهاردة ما بتتكسرش، اقسم بالله ما تكسر معايا ولا واحدة، متماسكة شوية، بتدوب في الشاي، سكرها مظبوط جدا جدا، التسوية بتاعتها مظبوطة 100%، الطعم تحفة، الروايح مظبوطة. جربيه وعلى ضمانتي، ويعني وهستنى كومنتاتكم. الحقي اعمليه، ما بياخدش وقت خالص وكله في ثواني. هي بس مشكلة المكنة، لو انت عندك مكنة بالكهرباء بقى تقدر تستخدميها. مشكلة المكنة في اللف، يعني كان كذا ايد بتلف في المكنة، بس احنا كنا عاملين 6 كيلو، انا 3 كيلو، وطبعا جارتي جاية تعمل معايا. عايزة اقول لكم انا عايشة، بصوا الفيديو ده غير يعني، مش مجرد يوتيوبر او فاتحة قناة وبعمل فيديو في المطبخ وبوريكم البسكوت بيتعمل ازاي وبعمل كيلو او حاجة. لا، احنا عايشين اجواء زمان والجيران، وبنعمل مع بعض الحلويات والبيتفور والبسكوت. وان شاء الله هنزل لكم الكحك بكرة. انا طبعا نزلت لكم البيتفور امبارح، والنهارده البسكوت، وبكرة الكحك. وكل سنة وانتم طيبين. والعجمية كمان انا حطها لكم على المنتدى، اللي عايز يعمل عجمية بلدي بالعسل الابيض والسمن والدقيق حطه لكم على، هو الفيديو نفسه على المنتدى. انا افتكرت ان انا نشره دلوقتي على المنتدى. خلاص كده زي ما انتوا شايفين، مفيش بسكوتة محروقة، مفيش بسكوتة بيضة، مفيش بسكوتة لون عن لون، كله لون واحد. البسكوت صغير، حجمه حلو قوي، مش كبير علشان ما يتكسرش كمان معاكي، وعشان لو طفل اخد بسكوتة ما تتهدرش معاه، والبسكوت يفضل معاكي فترة طويلة. طبعا انتي نصيحة من اختي ليكي، يعني كل الحاجات دي انتي بتخبيها لو انتي عاملاها بدري. انا اول سنة اعمله بدري بصراحة، كنت كل سنة بعمله قبل العيد بيومين 3، علشان الولاد بصراحة بيحبوه جدا جدا وبيخلصوه بأمانة الله يعني. تبارك الرحمن، اللهم بارك، تحفة، مقادير مظبوطة. عايزة اقولك العجين لو لقيتيه محتاج مادة سايلة في الاخر بعد ما انت عملتي كل المقادير دي، بتضيفي نص كوباية عصير برتقان، وتفضلي تعجني لحد ما العجينة تطرى معاكي. باي باي.